الإنسان كثيرا ما يضع نفسه في مركز الوجود، يظن أن ما حوله خلق لأجله، وأن فكره وعقله غاية الكمال. ولكن لو رفع بصره لحظة إلى السماء وتأمل ما فيها من آيات الله لأدرك كم هو صغير وضعيف أمام عظمة الخالق جل شانه. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. غافر 57. تأمل في الأرض التي نعيش عليها، تبدو لنا عظيمة مترامية الأطراف، ولكنها أمام الشمس ليست إلا ذرة في بحر لا ساحل له. فالشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، ولو وضعت الأرض بجانبها لما ظهرت، بل لكانت كالنقطة على صفحة من نار. وهذه الشمس العظيمة تبعد عنا 150 مليون كيلو متر، ومع ذلك يصلنا ضوءها بعد 8 دقائق فقط. أي أننا حين ننظر إلى الشمس فإننا نرى صورتها كما كانت قبل 8 دقائق، لا كما هي الآن. أما سرعة الضوء فهي 300,000 كيلومتر في الثانية. فما أعجب قدرة الله الذي جعل النور يسري بهذه السرعة بأمر منه. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض النور 35. ثم انظر إلى كوكب المشتري الذي تتسع داخله 1000 أرض مثل أرضنا، وإلى الشمس التي تتسع ل1200 كوكب مثل المشتري، ثم إلى النجوم العملاقة التي يمكن أن تحتوي في داخلها 5 مليارات شمس. فكيف لا تمتلئ القلوب رهبة من هذا الجلال؟ قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الواقعة 75 إلى 76. وفي مجرتنا درب التبانة يوجد نحو 400 مليار نجم، ويمتد قطرها 100,000 سنة ضوئية. أما الكون المعروف فامتداده 93 مليار سنة ضوئية، ومع ذلك ما زال العلماء يقولون إن المادة التي نعرفها لا تكفي لتفسير انتظام الكون واتساعه، بل هناك طاقة مظلمة تشكل نحو 95% من الكون. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الذاريات 47. فأين موقع الإنسان في كل هذا؟ نقطة لا ترى، بل أقل من ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الانفطار 6. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى خالق هذه الأكوان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسمع همس العبد في ظلمة الليل ويستجيب دعاءه ولو كان في أقصى الأرض. فسبحان من جمع العظمة المطلقة مع القرب المطلق. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 16. إن عظمة الله لا تقاس بحجم خلقه فحسب، بل بحكمته ورحمته وعدله. فإذا كانت هذه الأكوان الشاسعة هي الملك المؤقت، فكيف بملك الآخرة الذي لا يفنى؟ قال الله تعالى: وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام للرحمن 26 إلى 27. أيها الإنسان، لا تغتر بصغرك، فالله لم يخلقك عبثا، هو الذي عظم ملكه فلا يحد، ومع ذلك أرادك عبدا مقربا إليه بالطاعة والإخلاص. فكلما ازددت علما بعظمة الخالق ازددت خشوعا وتواضعا بين يديه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات 56. سبحانك ربنا ما أعظمك، ما أعجب خلقك، ما أوسع ملكك. أنت الأول والآخر، الظاهر والباطن، لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار، وأنت اللطيف الخبير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. البقرة 255. ختامنا: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين.